ازيكم حبيبتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد النهارده ان شاء الله، فيديو تشجيعي كده وحلو، ان شاء الله تخرجي منه مستفيده باكبر قدر ممكن. النهارده بقى هنشطب مطبخ وهنعمل اكله حلوه قوي، وكمان هنعمل حاجه حلوه. خليكم معايا كده لاخر الفيديو، وما تنسوش اختكم باللايك والكومنت الحلو اللي بيساعدني وبيحفزني ان انا اقدر انزل فيديو تاني يوم ليكم. قبل بقى كده ما نبدأ الفيديو، يلا بينا نصلي على الحبيب علشان قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك أجمعين. دعوة حلوة بقى كده ايه لإخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا جميلا طيبا يا رب العالمين، واجبرهم جبر يتعجب له أهل السماء والأرض. ارحم موتاهم وأبويا وأموات المسلمين أجمعين، واشفي مرضاهم واشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يا بنات، عايزه اقول لكم قمت كده من بدري. عايزه اقول لكم فعلا الشغله البدريه منسيه. لما بتصحي من بدري كده وتدخلي على شغل بيتك، تبقي قاعده طول النهار فاضيه ورايقه، وعايزه تنزلي هتنزلي، هتروحي عند مامتك، هتروحي عند صحابك، هتروحي. المهم ان انت هتبقي قاعده فاضيه، هتخلصي كل اللي وراكم. النهارده بقى قلت ايه، انا امبارح بالليل بصراحه انا كنت بره وكنت بشتري شويه حاجات وورايا حاجات كتير، فقلت خلاص بقى المواعين هعملها معاكم ايه، روتين كده الصبح. صحيت من بدري بقى، اللي نزل نزل واللي نايم نايم، ودخلت على مطبخي قلت بقى ايه اشطبه الاول كده واعمل معاكم اكله حلوه. بس انا بيبقى عندي مشكله وحيده بس في الفيديو. طبعا يا بنات انا بصور اليوم بيومه، يعني بصور يومي انزلهولك الساعه 8 على ما بمنتجه طبعا واخلصه واسيبه ان هو يحمل. بياخد وقت طويل جدا علشان يحمل، يعني الواي فاي بياخد وقت طويل، لكن لو باقي التليفون بينزل بسرعه. فانا طبعا مش هلاحق ان انا كل يوم انزل باقة على باقة تليفون، يعني مستحيل فاهميني. فطبعا بحمل واي فاي، فبياخد وقت، ممكن ياخد له ساعتين والله. حسب بقى ضغط الواي فاي، يعني ممكن ياخد ساعتين، ساعات ياخد ساعة، ساعات ابص الاقيه حمل بسرعة، فاهميني. فالوقت ما بيبقاش سعيفني. فطبعا في الوقت ده انا ببقى بخلص الروتين، بس ما بلحقش ان انا اقدم معاكم الاكل. يعني انا لما بطبخ معاكم مش بلحق خالص ان انا اقدم الاكل معاكم، لاني ببقى عايزه بسرعه امنتج الفيديو واركب الصوت واسيبه يحمل. فهتقولي لي طب ما من بدري، ما مش معقول هعمل اكل من الساعه 10 الصبح يعني انا بروق وبخلص دنيتي وببدا مثلا اعمل اكلي كده على الساعه 2، لان احنا غدانا الساعه 6 على ما جوزي يجي ابني يجي، بنتجمع في غدانا الساعه 6 او 7 كمان. فطبعا ميعاد الفيديو بتاعي بينزل يا بنات الساعه 8، فانا لو استنيت لي الساعه 7 عشان انا اقدم الاكل وابدا ان انا اركب صوت وامنتج فيديو والكلام ده كله، يبقى الفيديو هينزل لكم على تاني يوم ان شاء الله فمعلش اعذروني ان انا مش بقدر اقدم الاكل. يعني الوقت، يعني الايام اللي اقدر ان انا فيها اقدم لكم الاكل اكيد هقدمه. فبقى شجعوني بقى، ومعلش دي اليوم ان شاء الله اللي انا متاح لي حاجه زي كده، ان شاء الله هقدم معاكم الاكل، وان شاء الله اعمل لكم وصفات حلوه جدا الايام الجايه بقى. خلاص بقى، ما احنا فاضيين قاعدين في البيت، فاضيين ما وراناش حاجه يعني. إيه، حتى نيجي نخرج في كسل في الخروج والله العظيم. نيجي نخرج عايزين نتفسح يا جدعان، بس مكسلين مش عارفين ليه. كل ما نتفق ان احنا نخرج، نروح بحر، نروح حاجه، تحصل حاجه كده تقعدني والله. يعني خلاص كنا مرتبين ان احنا رايحين يوم كده نقضيه بره في البحر ومش عارفه ايه. جه جوزي بقى لما حصلت له الوقعه اللي وقعها ديت، وقعدنا في البيت حوالي 10 ايام ما كانش بينزل. فطبعا خلاص كل حاجه اتلغت. جه بعد كده قلنا هنروح، جت بقى نتيجه الثانويه العامه خلاص بانت، فطبعا بقى احنا مستنيين التنسيق النهارده شفت حاجه يا بنات بجد صدمتني، والله العظيم صدمتني جدا. حطي لايك وتعالى اقولك. بفتح الفيسبوك كده وبتصفح، لقيت مدرس منزل بوست بيقول يا جماعه ما تزعلوش على مجاميع اولادكم. انا عارف ان الولاد اتظلموا، انا مدرس من الكنترول وبقول لكم ان دي مش درجات ولادكم، جالنا قرار والله العظيم 3. اللي انا بقوله ده هكذا انا قريته الصبح. من ساعتها انا في صدمة، اللي هو انت بتعمل كده في ولادنا ليه؟ قال لي ان قال في البوست ان دي مش درجات اولادكم، احنا جالنا قرار، بقوا بيقولوا لنا المجموعة دي، المدرسة دي
ادوهم درجات كذا، يعني مثلا الورق موجود، المجموعة دي اديهم 50%، المجموعة دي ادوهم 60%، المجموعة دي اديهم حاجة و70%، المجموعة دي اديهم 90%، 95%. اللي هو انت مطلع عيال، يعني اولاد اوائل ما يستحقوش ان هم يبقوا اوائل. قسما بالله انا شفت نموذج ما يستحقش ان هو يبقى اوائل، اعرفه شخصيا، يعني انا اعرفها شخصيا، طالعة من الاوائل. اقول ايه يعني؟ اقول ان هي بنتي كانت بتنقلها الاجابات، مش عارفة اقول ايه. المهم، الكارثة الاكبر اللي اكدت لي كلامه، بنت زميلة بنتي دخل لها على الواتس، قالت لها يا شهد انا ما دخلتش امتحان الكيمياء، قسما بالله زي ما بقول لكم كده، ما دخلتش امتحان الكيمياء وانا نجحت وجبت درجة عالية. انا مش عارفة ازاي نجحت في الكيمياء وجايبة فيها درجة عالية وانا اصلا ما دخلتش الامتحان. تعملوا كده في اولادنا ليه؟ قسما بالله العظيم من ساعتها مش عارفه اعمل ايه. يعني هل ان احنا فعلا دي مش درجات اولادنا نروح نعمل تظلم؟ نزل قرار من الوزير ان اللي هيعمل تظلم ما عندناش نماذج اجابه. طب اعمل تظلم ليه؟ بجد لكل الناس اللي عايزه تروح تعمل تظلم، يا جماعه ما تروحوش. اولا ورقه الماده ب 500 جنيه تظلم، مفيش نموذج اجابه. طب انت هتصححي اجابه بنتك او ابنك منين؟ منين؟ ما فيش نموذج. هتاخدي معاكي مدرس ولا انت هتبقي فاهمه الدنيا لا، الموضوع بقى صعب وبقى رخم وبقى مستحيل. موضوع الثانويه العامه ده بقى بجد فظيع، اللي هو يلغوها افضل. طب انتوا عايزين ايه من الولاد؟ مش عايزينهم يدخلوا كليات؟ عايزين تشغلوا الكليات الاهليه والكليات الخاصه والى ذلك والمعاهد؟ ولا انتوا علشان ما فيش شغل لاولادنا بتقولوا ان طيب اما بنيجي نتكلم وبنقول ولادي اتعلمت وما فيش شغل، فانتوا عايزين تخسفوا بالولاد الارض وما ما يتعلموش عشان تقولوا ما هم مش متعلمين عشان كده مش بنوظفهم؟ طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني الولاد اللي جابوا مجاميع صغيره وهم مذاكرين ومجتهدين وطول السنه في تكريمات وشهادات تقدير، وجابوا مجموع صغير، هيروحوا فين؟ هتودوهم اخر الدنيا؟ اقاليم اخر الدنيا، اللي رايح الصعيد، اللي رايح سوهاج، اللي رايح اسوان، اللي رايح. بتعملوا كده في الولاد ليه؟ بجد بجد العيال منهارة والعيال تعبانة. انا راضية الحمد لله، يعني انا راضية بمجموع بنتي، وانا مش معترضة على قضاء ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش حاجة وحشة، ولكن ربنا مش بيحب الظلم. انتوا ظلمتوا عيال كتير ومنهم بنتي، انا بنتي اتظلمت وبنت عمي كمان اتظلمت. يعني اما يبقوا بياخدوا دروس طول السنة متفوقين بيجيبوا شهادات تقدير، واحدة ادبي واحدة علمي، ومجاميعهم مش دي اللي احنا متوقعينها لهم خالص. قسما بالله احنا البنتين دول احنا مجاميعهم دي احنا ما كناش متوقعينها لهم. يعني احنا كنا عايزين اعلى بكتير من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بس هم احبطوا العيال وحطموا آه، طموحهم ونفسيتهم. فاحنا مش عارفين نقول ايه، لنا الله. ربنا يقدر لنا الخير، وكل طالب تعب واجتهد ما تزعلش، دي مش مجاميعك وده مش مجموعك وده مش اجتهادك. يعني في طالب كمان ادوله في كل المواد صفر 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 وهو حاضر كل المواد. مهزلة 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 فوق ما تتخيلوا. يعني لما ابقى حاضر كل المواد وبسبب ان ايدي عرقت على ورقة الاجابة فالورقة اتقطعت، فطلب من مراقب الدور يغير له ورقة البابل شيت وغيره له ومضاله على محضر ان هو اللي قطع الورقه. حسبي الله ونعم الوكيل طبعا فيك، ان انت ضيعت سنه كامله من طالب. حتى لو عمل تظلم مش هياخد حاجه، هو كده هيعيد السنه وهو مجتهد. ووالدته بتقول انا متنبئه له فوق ال95%، والاقي ابني صفر صفر صفر. والولد لما اتكلم قال انا ايدي عرقت على الورقه واستاذنت المدرس ومضاني على الورقه، وانا قريت ان مكتوب في الورقه في المحضر ان انا اللي قطعت ورقه البابل شيت عشان ما يحطوش عليهم مسؤوليه. طيب الولد بيقول لهم بس انا ما قطعتهاش، امضي ليه؟ قعدوا يقنعوه المدرسين اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اللي اقنعوا الولد ان دي حاجه روتينيه مش هيتضر فيها. والولد يفوجئ ان كل المواد مكتوب فيها ان هو قطع ورق البابل شيت في كل مادة. لنا الله و... وربنا اكيد يعني ما يرضاهوش بالظلم، وان شاء الله ربنا يغير احوالنا،
ويغير كل الناس دي بقى. كفايه كده كفايه كده على العيال. فالحمد لله فضل ونعمه من ربنا، كل اللي يجيبه ربنا كله رضا من عنده وخير. هنا بقى انا شطبت المطبخ زي ما انتم شايفين كده. خلينا في اللي احنا فيه بقى، خلينا في مطبخنا دلوقتي خلاص. إيه، هبدأ بقى اعمل الاكل. هعمل اكله بسيطه كده. عايزه اقول لكم ابني كان عايز ياكل سبانخ. انا متعوده ان انا الحاجه اللي ولادي بيحبوها بخزنها. بلاش ولادي عشان انا بنتي اصلا ملهاش في كل القصه دي. يعني انا بنتي هعمل لها بس ورك فرخه وقالت لي يا ماما كمان ولا عايزه رز، ما بتاكلش اساسا. ان انا بعد ما بسلقه بمسكه بقى احمره لها كده زي الشاورما بحته سمنه، واعمله لها في عيش فين وخلاص. هو ده اكل بنتي. هنا بقى انا طبعا الاكل الطبيعي اللي احنا بناكله للناس الطبيعيين، مالكوش دعوه بشهد بنتي مش طبيعيه. للناس الطبيعيين هعمل بقى النهارده لحمه بالسبانخ او سبانخ باللحمه. تمام. انا طبعا مش جايبه لحمه كتير، جايبه يعني جايبه ربع كيلو بس يكفي اللي هم 3 انفار انا وجوزي وابني. تمام. هبدأ بقى امسك حتة سمنة بلدي كده، اي نوع سمنة عندك بتستخدميه ماشي الحال. هشوح بقى كده بصلاية لما تديني كده اللون الذهبي الحلو. بصوا يا بنات انا بحب احط كده زي ايه، سنة سكر. سنة يعني مش هقولك معلقة ولا ربع ولا تمن، هي سنة سكر كده على طرف المعلقة تحطيها وانتي بتشوحي البط. بصوا انا عملت ايه، بصوا هي سنة مش مذكورة اساسا يعني، نطرة كده بس علشان هتشوح معايا البصلة وتديني كده طعم مسكر في الاكل. مش مسكر اللي هو حاجة حلوة، لا، تحسي ان الاكل معاكي طعمه حلو كده. تمام. هنا بقى كانت الميه هتغلي، حطيت طماطمايه وحطيت بصلايه وشويه فلفل اسمر وهغطي عليهم عشان اسلق لبنتي الورك اللي انا ايه جايبه لها لانها ملهاش في اللحم. تمام كده. هنا بقى كانت البصله بتتشوح خلاص. هنزل بقى باللحمه، وكان عندي قطع كده من الدهن اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، الليه. كان عندي قطع كده في الفريزر اما كنت بفرم لحمه ضاني، كان في حتت كده مش بتتفرم وفيها حتت من الليه. رحت ماسكاها حطاها معاها وفضلت اشوح لغايه ايه ما اللحمه اتشوحت خالص والانسجه كده اختلطت بالبصل والدنيا. عايزه اقولك حطيت بعد ما اتسبكت، خلينا واحده واحده ماشيين مع بعض الاول. المهم هحط شويه فلفل اسمر كده، مش هحط ملح دلوقتي، انتوا عارفين ان السبانخ من الموالح، فاحنا هنحط الملح لما السبانخ نحط السبانخ علشان خاطر نشوف نسبه الملح قد ايه ونقدر نظبطها. تمام كده. اللي وصل معايا لغايه هنا بقى فضلا وليس امرا حطي لي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اضغطي على كلمه الاشتراك اللي بالاحمر من تحت وفعلي الجرس على كلمه الكل يا ست الكل عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله وتشاهديه. طبعا برحب بكل الناس الجميله اللي دخلت القناه. نورتوني وشرفتوني وزدتوا عيلتي، اخوات وصحاب واهل وامهات، وربنا يديمكم في حياتي نعمه. برحب بيكم جدا جدا وبشكركم جدا جدا على اللايك، وبشكركم على اشتراككم في القناة وعلى الكومنتات الحلوة الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي كمان على الفيسبوك. هنا بقى انا بدأت اشوح كده اللحمة زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى ايه بكوباية المية ديت وهسيبها بقى تستوي. انا عايزاها تستوي خالص لان انا الصلصه اللي انا هحطها متسبكه، فانا مش عايزه مش يعني مش هتاخد في الصلصه كتير، اقل من 5 دقايق مثلا، فانا عايزاها ان هي تستوي. هنا بقى كانت خلاص استوت وشربت من التتبيله بتاعتها البصله وكده. هنزل بقى هنا بكيس صلصه كده انا كنت مسبكاه، وده الحمد لله اخر كيس عندي في الفريزر من الصلصه اللي انا كنت مسبكاها ايام الطماطم ما كانت كيلو ونص ب5 وكيلو ونص ب10. كنت ماليه الفريزر، وكنت طبعا اما الطماطم بقت ب15 جنيه دلوقتي فكنت على طول بستخدم ديت. فنفعتني كتير بصراحه، الحاجات لما بتتخزن في البيت بتنفع كتير جدا. هنا بقى هسيبها كده تاخد صلصه تفك فيها وتتسبك كمان شويه كده، وبعد كده ايه نحط السبانخ بتاعتنا. هنا بقى ايه حطيت معلقه من السمنه البلدي وهحط عليها شويه زيت، وهبدا ان انا اعمل شويه ايه، هعمل كوبايتين رز. مش هعمل برضو رز كتير لان السبانخ يعني انا شخصيا وجوزي بنحبها كتير بالعيش، فمش هكتر رز علشان ما يتبقاش رز لان ده هيبقى ل3 اشخاص فقط لا غير. هنا بقى احط السمنه كده تفك على النار، وهبدا ان انا انزل بشويه من الشعريه واشوحهم على مغسل شويه الرز.
احمرت بقى هنا الشعريه بنات معايا، هنزل بقى كده بكوبايتين الرز اللي انا غسلتهم وصفيتهم كويس جدا، وهبدا بقى ان انا اشوحها بشويه ملح وشويه فلفل اسمر. انا بحب احط على الرز فلفل اسمر بيفلفله وبيبقى طعمه حلو جدا. احط الملح بتاعي بقى واظبط الدنيا واحط شويه الفلفل الاسمر. عندك مرقه دجاج مفيش مشكله حطيها، بتدي طعم حلو قوي قوي للرز. ما كانش عندي بصراحه، انا متعوده احطها بس ببص ما لقيتش عندي، فخلاص بقى مش مشكله يعني. هنزل بقى بعيار الميه بتاعتي. انا بصوا، في ناس تقول لك كوبايتين رز عليهم كوبايه ونص ميه او كوبايتين ميه. انا يا جماعه بحط بالبركه والله العظيم يعني انا وبيطلع معايا الحمد لله مظبوط. يعني انا بحط بالبركه وبيطلع مظبوط معايا. هسيبه بقى كده يستوي مع نفسه، يتشرب ويستوي. نقلته ورا بقى كده على العين اللي ورا عشان ابدا احط معاكم السبانخ. انا هحط بقى ايه، طبعا انا معبيه الكيس صغيره مش كبيره، فاهميني؟ يعني انتوا عارفين ان الحاجه الخضره بتنفش كده، لكن هي اصلا صغيره مش كبيره. فانا هحط كيسين من السبانخ، لان عندي كمان ابني بيعشقها، بيعشق حاجه اسمها سبانخ. ف بحب ان انا اكتر له السبانخ يعني. وبعدين دي مفيده جدا يا بنات، حديد وكالسيوم، حلوه قوي قوي. بس هنا بقى هبدأ انزل واسيبها بقى كده ايه تستوي مع نفسها. كانت اللحمة كمان استوت وبقت زي الزبدة. هنزل بقى بالكيس التاني دوت واقلبها كويس جدا وايه واسيبها تتشرب مع نفسها. وبعد كده هديها زي نص كوباية من المية كده، يعني مش هحط مية كتير اصلا. انا هي فيها الشوربة اصلا بتاعتها اللي كنت بعملها بيها بالبصلة في الاول. انا حطيت على فكرة يا بنات فصين توم كده، يعني انا عندي التوم مفروم، حطيت زي ربع معلقه توم كده، بس مش عارفه هي ما جاتش ليه في التصوير. هسيبها بقى كده واستوت معانا. بصوا بقى، بصوا الشكل، جميله جدا استوت معانا والتسبيكه بتاعتها حلوه قوي. الرز كمان اهو خلص ومفرفر وجميل. انا اسفه ان انا ما بقدرش اقدم معاكم والله الاكل بسبب اختلاف مواعيد الاكل عندنا، احنا بناكل بالليل وده ميعاد نزول الفيديو بتاعي. تمام. هنا بقى كنت امبارح بالليل عامله كنافه بالمانجا، فقلت بقى انزلها لكم بالمره يعني. ماشي. هعمل الشربات بتاعها كوبايتين سكر على كوبايه ونص من ميه. انا عايزه الشربات بتاعي يكون خفيف، مش عايزاه مش عايزاه تقيل. انا حطيت تقريبا كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه، والله لا تقريبا بص كوبايه ونص من الميه على كوبايه ونص من السكر. تمام. وهبدا بقى ارفعه على النار واحط شويه فانيليا، ولما يغلي احط الفانيليا بتاعتي واحط واعصر الليمون. تمام. هنا بقى الكنافه انا كنت حطاها في الفريزر، وجيت انا الصبح فصلت الفريزر ونسيت ان انا حاطه الكنافه عايزاها تتجمد، فطبعا كانت فكت. لاني طلعتها كمان على الرخامه سبتها شويه انا نسيت خالص ففكت. فهاخدها بقى بالمقص كده اقصقصها. انا عايزاها يعني حتت صغيره بحيث وانا بحمرها ما ما ت... يعني ما تاخدش معايا وقت، بسرعه كده تتحمر زي الشعريه، حاجه كده اقل كمان من الشعريه. تمام. هبدا بقى اقصقصها كده. هنا يا بنات انا قصقصتها كده وهبدا ان انا احط عليها معلقه من السمنه البلدي، وابدا اشوحها زي ما انتم شايفين كده، احمرها لغايه ما تبقى لونها ذهبي. انا هنا الشربات بتاعي كان خلص، انا عايزاه زي ما قلت لكم مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف كده. هنا بقى على ما الكنافه تتحمر هبدا اعمل. عندي كوبايه الا ربع من الكريم جانتيه، هبدا ان انا ميه متلجه بقى، عايزه لبن متلج، انا فضلت ان انا اعمله بميه. تمام. دي ميه متلجه من الفريزر. هبدا انزل بقى حبه بحبه كده، مش هحط مره واحده علشان خاطر ما يخفش مني. تمام. كل ما تحسي ان انت لسه عايزه تديله نقطه كده. هنا بقى انا كنت خلصت الكريم جانتي وحطيته في التلاجة يتلج، ورحت ماسكه بقى الكنافه، كانت زي ما انتم شايفين كده اتحمرت، نزلت عليها بالشربات وقلبتها كويس جدا. وهجيب الكاسات بتاعتي بقى كده واحط الكنافه، وارجع احط الكريمه، وارجع احط المانجا، وكده عملنا احلى كنافه عثمانلي بالمانجا. تحفه يا بنات، وكان طعمها حلو جدا وكانت خفيفه وعجبت الولاد جدا جدا. طبعا انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو،
وعملنا مع بعض النهارده اكله حلوه، وعملنا حاجه حلوه، وكمان شطبنا مطبخنا. شجعوني بقى باللايك والكومنت الحلو الجميل اللي من قلبكم واللي زي قلوبكم. بحبكم في الله، وربنا يديمكم في حياتي نعمه. ما تنسوش اختكم باللايك، واللي اول مره يشوف القناه يشرفني بالاشتراك وحطي لي لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي جوه قلبي وفوق راسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.